رغم تضارب الأرقام والإحصائيات حول حالات العنف ضد المرأة داخل المجتمع، ومعه تعددت الأسباب وطرق محاربته، إلا أن الظاهرة أخذت منحا تصاعديا، مؤشر سلبي يهدد كيان أسر بأكملها، ما جعل المتتبعين يدقون ناقوس الخطر. العنف هنا الغير مصرح أو الإحصائيات الغير مصرح بها أو التي لا يمكننا إيجادها أو إحصائها. طبعا هناك حسب يعني مصالح الأمن والدرك الوطني، فالعنف قد تولد عن أسباب، له أسباب. هذه الأسباب قد تتعلق بتغيرات اقتصادية، قد تتعلق بتغيرات في التوجهات الثقافية الإيديولوجية. ولأن الذهنية السائدة داخل مجتمعنا عادة ما تقيد المرأة وتحول دون كشف هذه التجاوزات حفاظا على تماسك الأسرة، تحصي المصالح الصحية عشرات الحالات يوميا يتم التكفل بها لكن دون التبليغ. Donc je reçois les femmes qui sont battues, je les reçois et je suis toujours désolée parce que je ne peux pas le dire. La femme, la première des choses qu'elle demande, طبيبة ما تقولي حتى واحد، نخاف من الراجل اللي يكون يسمع بيا، ça sera الطلاق directement. J'ai même été appelée à aller voir des malades chez elles parce que je suis dans le privé, donc je me déplace. نروح نشوفهم في ديارهم. نساء ضربوهم رجالهم والعائله تدور ومام امها وباباها يقولها ما تقوليش. مشروع قانون العقوبات في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، وإن أثار بعض مضمونه جدلا وسط السياسيين، رجال القانون يرون عكس ذلك، فهذه الوثيقة الأولية جاءت لتعزز وتحمي حقوق هذه الفئة. يحمي الأسرة الجزائرية، يحمي المرأة ويحمي الطفل. دونك هنا ما عندناش قانون خاص بهذه الفئة بالخصوص. هذا القانون جاء لحماية الأسرة ولمكافحة العنف ضد المرأة. نطالب المشرع أن يأخذ بعين الاعتبار مشاكل هذه الفئة بصدور نصوص خاصة ومخصصة لهذه الفئة. وفي ظل غياب إجراءات ردعية تحد من مظاهر العنف ضد المرأة، تبقى هذه الفئة تعاني في صمت في انتظار ما ستحمله القوانين الجديدة من مواد تحمي الأسرة ككل.